السلام عليكم. السمك من اجمل واحلى الاكلات، واللي معظمنا بيحب السمك جدا، يمكن اكتر من اللحوم كمان. ويا سلام بقى لو صينية السمك كده اتعملت بمزاج، بيطلع طعمها وهم احلى من المقلي واحلى من المشوي، وطبعا صحي جدا. نقوله بسم الله ونبتدي بقى من المقادير بتاعتنا، سهلة وجميلة وتعملوا احلى صينية سمك. اول حاجة هنجهزها هي تتبيلة السمك. معايا فلفل الوان او فلفل اخضر بس رومي مفيش مشكلة، ومعايا جزر ومعايا بقدونس ومعايا توم. صحيح، بس انا عندي التوم مهروس في الفريزر فاستخدمته. والكلام ده كله بقى هعصر عليه ليمون، وكمان هحط له كده شويه من التوابل اللي هيحلوا طعمه. معايا فلفل اسود، بابريكا، ومعايا توابل سمك، كمون، ومعايا كزبره جافه، وطبعا الملح. هنزل بقى التوابل دي كلها، وكملت كمان بشويه زيت علشان يدي كده لون السمك يتحمر معايا في الفرن وياخد شكل حلو. وده عصير ليمون. ونقول بقى كده ايه بسم الله، ونضرب الكلام ده كده ضربة محترمة زي ما احنا شايفينه كده اتفرم جدا. زودت بقى معلقة كبيرة من الصلصة وقلبت المكونات كلها في بعض. وبجيت بقى شوية كده خضار، معايا جزر، بصل، بطاطس، فلفل، خضار براحتك خالص. على فكرة البطاطس تحت السمك رهيبة. تبلتها بشوية من التتبيلة الخطيرة بتاعتنا دي. وباقي التتبيلة بقى جوه السمك كده، طبعا مغسول كويس جدا ومتصفي من المية، واديته كده فتحات في السمكة كويس عشان يتشرب التتبيلة. تبلته من جوه ومن بره، وحشيت البطن طبعا بتاعته، وقفلت عليه بقى بالفويل وعلى الفرن على طول. نكمل بقى الصينية التانية بتاعتنا. ده كان سردين مغسول ومتنضف ومتشال الراس بتاعته، ومتصفي كويس جدا من المية بنفس التتبيلة بتاعتنا. وبرضو خضار كده في الصينية وتتبل كويس. انا طبعا مش مزودة الملح، انا ظابطة الملح قوي بحيث انه ياخد اكبر تتبيلة ممكنة، وما يكونش الملح بتاعه عالي، لان التتبيلة دي هي سر الطعم وقوته. رصينا بقى كده السمك على الخضار كويس جدا، وهيدخل هو كمان الصينية. هتدخل الفرن مع صينية السمك البلطي. السمك البلطي بقى متغطي بالفويل كده على ما يستوي كويس. وبعد كده هشيل الفويل في اخر 10 دقايق علشان ياخد برضو لون كده تحميرة حلوة قوي. الصلصة والزيت اللي احنا عاملينهم هيساعدوه ان هو ياخد لون لذيذ جدا، وهيكون يعني ميكس كده بقى بين المقلي كده والمشوي بتتبيلة خطيرة. جربوها يعجبكم جدا. الصينية طعمها في حتة تانية خالص. ترانشات بقى الليمون كده عليه كمان بتديله شكل وبتديله نكهة الليمون تحفة. ده شكل صينية السردين بعد ما اتحمرت. السردين مش بياخد وقت كبير لان هو صغير، حجمه صغير، فيستوي معانا على طول. وكمان البلطي ما اخدش برضو وقت كبير ولا حاجة، بس احنا غطيناه برضو بفويل علشان نضمن ان هو يستوي كويس. وهنشيل الفويل زي ما قلنا في اخر 10 دقايق علشان ياخد كده وش وياخد لون جميل. شايفين صينية السمك شكلها عاملة ازاي؟ شكلها يفتح النفس، طعمها حرفيا في منتهى الجمال. البولتي بقى بعد ما خد اللون كده الذهبي، وعايزه اقول لكم ريحته مفيش اي ريحه زفاره خالص. احنا غاسلينه ومنضفينه كويس جدا، والتوابل اللي عليه والليمون مش مخليله اي ريحه. زي ما احنا شايفين مستوي كويس جدا، واللحم بتاعه ابيض وجميل جدا. وعاوزه اقول لكم بجد يعني ما فيهوش اي ريحه زفاره، طعمه في حته تانية. الناس اللي بتقرف من ريحه الزفاره، الناس اللي بتقرف ان السمك بيكون ريحته زفر سواء مقلي او مشوي، عايزه اقول لكم ان ده ما فيهوش ريحه خالص، طعمه في حته تانية خالص. لو عجبتكم الوصفه ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب، وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار بفيديو جديد. كل فيديو جديد من اكلة ماما. اشوفكم فيديو جاي على خير. سلام.